السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايبي، برحب بكل اللي بيتابعونا على قناة بيت العيلة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض البقسماط، هنعمله زي الفرن من بره وبطعم أحلى من بره، وحاجة في البيت نضيفة جدا وولادك طبعا بيستغنوش عنه. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمله مقادير بسيطة: 3 كوبايات دقيق أو نص كيلو دقيق بالشكل ده، عليهم رشة ملح، وكوباية ربع كوباية خميرة طبعا احنا مفعلينها كالعادة، ونص كوباية زيت. قد ايه بتاع للملح، هنحط عليه نص كوباية الزيت ونبسها كويس، نتأكد كويس ان هي اتبست كويس جدا في الدقيق بالشكل ده. انا بعرف اعمل بالمعلقة، مش تعرف تعمل بالمعلقة كده اعمل على كف ايديكي زي ما احنا بنعمل. تمام، لحد ما تتأكدي كده ان الدقيق بقى مرمل معاكي كده وينفع ايه يتشكل. خلاص، الخميرة بتاعتي طبعا متفعلة، ربع كوباية المية على معلقة خميرة بيرة او فورية براحتك، ومعلقة كبيرة سكر. خلاص، ده الاختبار بتاع الخميرة، يفضل انك تعملها اختبار مش تحطيها على طول. وخدت معايا حوالي كوبايه الا ربع ميه، طبعا دي بيختلف من دقيق لدقيق. اهم حاجه انك تلمي العجينه بالشكل ده وتكون لا ناشفه ولا طريه، تكون لينه وحلوه، والمكان بتاع العجينه لما ينضف كده وايديك تنضف يبقى كده تمام. خلاص، هسيبها ترتاح شويه صغيره، وبعدين هحتاج معايا سمسم او حبه البركه او شمر او زي ما انت عايزه، وبخاخه فيها ميه بسكر. اقسم العجينه بالشكل ده، وبقطعها كده او بسكينه، هتقطعي حتت صغيره جدا، صغيره جدا جدا، يعني مش عارفه اوصفها لك ازاي، بس هي صغيره زي ما انت شايفه في الصوره كده. انا هبرمها بالظبط، هتبقى في يعني في سمك كده السيجاره بالظبط، عفوا يعني في التشبيه، بس هي بالظبط رفع السيجاره. ده السمسم بتاعي او حبة البركة زي ما انت عايزة، هرش عليه رشة بالبخاخة كده عشان خاطر اطريه، مية بسكر ماشي. وهنحط جنب واحد كده، وهنحط في صينية، وتكون صينية ألمونيوم، سواء الألمونيوم أو السيجان بتبقى جميلة جدا في تسوية. خلاص، هنبرم بقى الباقي. العجينة قد ايه سلسة وطرية ولينة جدا معايا، مش صعبة خالص ولا اي حاجة، ولا بتاخد مجهود خالص يا جماعة والله. في ثواني كنت مخلصة الكمية. البقسماط طبعا عارفين اسعاره، يعني من 20 ل25 حسب كل منطقة. واحنا عملنا ب3 كوبايات دي ما شاء الله، عملنا كمية محترمة يعني. وطبعا عمره في حياته ما هيعمل زيك في البيت يعني، وبنظافة ومحللة دقيقك ومظبطة وعاملة يعني ما شاء الله عليكي. مش هيبقى زيك خالص. فالحاجة اللي في البيت لا يعلى عليها ما شاء الله عليها، يعني بصرف النظر عن ان هي اقتصادية، لا كمان النظافة. خلاص، هبرم كده كويس جدا بحيث ان هي ما تكون لا مشققة ولا اي حاجة، لا تمام. وارفعها خالص عشان خاطر هتخمر معايا، واوسع في الرصة بتاعتي عشان خاطر ما يروحوش على بعض. خلاص اهو. اللي مش حابب سمسم برضو براحته عادي، ممكن شمر، ممكن ينسون، ممكن يعني حسب ما انت عايز. شوفوا يا جماعة زاد معايا ازاي، مسافات قلت خالص اهو. الصينية دي والصينية دي كمان اهو، صينيتين تمام، والصينية التالتة اهي. وهنسويه على فرن متوسط، هياخد من حوالي تلت ساعة لنص ساعة حسب حرارة فرنك. وما شاء الله عليه زي ما انتم شايفين، طالع والله طعمه جميل جدا، بسم الله ما شاء الله عليه، وبألف هنا وبألف شفا. هوريهولكوا كمان من قلبه عشان تشوفوا قد ايه هو من جوه هش وجميل جدا. شوفوا اللون بتاعه جميل خالص، والكاميرا لو موضحة من جوه شوفوا اللباب من جوه، بس قلبها فاضي ازاي. ما تنسوش اللي اول مره يشوفنا سبسكرايب للقناه ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله باذن الله انتظرونا في حلقه جديده ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.